هذه تغريدة لك أبو يوسف. نعم. انزين تقراها. مسلم البراك ورفاقه اعلموا. هذا كلام كانت رسالة موجهة لمسلم ورفاقه. مسلم البراك ورفاقه اعلموا أن حصان طروادة نجح نجاحا باهرا بأن خلد أسماءكم بلوحة شرف منحكم عفو خاص جمعكم فيه أنتم وخلية العبدلي، فلا تتحدثوا ما حييتم عن البطولة ولا كسر الخشم العنيد، وقضوا بقية حياتكم مرفعي الرأس بالكلام فقط، وأهلا بوصولكم على قارب نجاة خلية العبدلي. نقطة. هذه قلتها لما صدر المرسوم بالعفو عنهم في 2021 في نهاية 21 9/11/2021 صدر المرسوم وجمع المرسوم معهم خلية العبدلي. تذكرون علما أن في تغريدة أخرى، يعني لو حاطين بقية تغريدة أخرى كنت أقول لهم يا أخي ليش اضطريتونا إلى المركب السيء؟ كان لكم عفو مقدم بدون شوشرة وبدون ما تنقلصون ولا تقلصون. كان بس مطلوب منكم تقولون حق رحمة الله عليه صباح الأحمد احنا عيالك واحنا آسفين، بس ما كان مطلوب منهم ولا شيء. كابروا وعاندوا وكأنهم قاعدين يعتذرون حق إسرائيل. ثم آخر شيء جو على قارب مرسوم عفو اللي كان الأسماء المهمة فيه مو اسمك، لا، خلية العبدلي. فلذلك شئت أم أبيت أنت قالص ولا مقلوص، اختار اللي يناسبك أنت. طيب. ومجموعتك. إذا شو الرسالة بتقول مع هذه يعني سببها أنكم أنتوا سبب الإفراج عن هذه الخلية. يعني أنتوا تسببتوا بالابتزاز من الطرف اللي أراد الإفراج عن هذه الخلية، فهي قال لك لا ما تطلعونهم، وهم كانوا أعضاء مجلس أمة، فعشان نطلعوهم حطوا ربعنا عشان نسكت عن هذيله، وإلا نروح على قولتهم ونخاصم ونصير ونشاغب وإلى آخره. وبالفعل قال يبا خل على قولتهم كراسي. زين ألا يشفع تاريخ مسلم البراك له؟ يعني ما له علاقة، أنا ما لي شغل بالتاريخ. يعني أنا أتكلم عن الظرف هذا. الظرف هذا اللي ردوا فيه الكويت ما ردوا فيه مرفوعين الرأس أبدا. يعني الرجل ما قدم شيء لا ما له علاقة، مو هذا سؤال. ما يخالف. أنا علي من تغريدتي. لا أنا هذا موضوع ثاني، سؤال ثاني راح أجاوبك عليه. إنما أنا أتكلم عن تغريدتي في هذا العفو اللي صدر لك يا مسلم براك ومجموعتك. ليس في رفعة راس، وليس في الخشم العنيد، وليس في مدري شنو. أنت رديت مع هذا القارب، قارب خلية العبدلي، شئت أم أبيت، هذه حقيقة. وللأسف الناس الكويت كلها تعتقد أنك أنت تسببت بهذا الإفراج، علما لا، يعني كنا نتمنى أن يحصل لهم الإفراج. من وجهة نظر شخصية، تاريخ مسلم البراك ما قدم شيء يذكر لهذا الوطن. والله مسلم براك يعني على كل حال هو يعني هو اللي يعني مخرع الوزراء الفاسدين وليس الصالحين. هذا إيجابي؟ لا سلبي. طبعا فاسدين تقول الفاسدين وليس الصالحين. إيه مخرع الفاسدين؟ لا مخرعهم، مو مخرعهم مخرعهم. إيه مخرعهم شنو؟ إيه أبو يوسف اشرح لنا. إيه على كل حال نحط فيتو. والله يلا نحط فيتو. لا خلنا نسألك سؤال يلا وباخذه منك. من الذي صنع مسلم البراك؟ هل هو حدث؟ هل هو فساد الحكومات؟ صناعة مسلم براك. فساد الحكومات جعلت مسلم براك بطل قومي، لأن أي واحد يبطل حلجة يخرعونه بمسلم. أبو يوسف وصلنا محطتنا الأخيرة، محطة آراء الجمهور. في فيديو كنت أنت منزله بحسابك الشخصي بتويتر وكاتب عليه تغريدة. خلينا نشوف الفيديو أول شيء ونسمع منك. نحن بالفعل أمام ظاهرة، أمام سابقة. أنا يعني أزعم أني كنت مجلس الأمم من 75 ما حصلت سابقة من هالنوع. دائما لما تكون في استجوابات سواء لأي وزير أو حتى لرئيس الوزراء، يعني نادرا ما يشعر الإنسان أنه في بداية الاستجواب تجد أنه على الأقل في عدد كافي لطرح الثقة بالوزير أو لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء. وفي معظم الأحوال كان دائما ينقال والله احنا بنستمع. المرة هذه في اليوم الأول
في اليوم الأول يبين لك إلى أي مدى موقف الناس كان ضاغط، وإلى أي مدى أيضا هذا أمر يجب أن يسجل استجابة النواب أيضا لموقف الناس. وهذا أمر وايد مهم ووايد إيجابي. لأول مرة في أول يوم 37 و 38 واحد يعلنون تأييدهم. ترى اللي يقول أنا مؤيد الاستجواب بعضهم يشككون ترى تأييد الاستجواب ما هو تأييد، ترى هذا كلام مو صحيح. تأييد الاستجواب في هذه الحالة بالذات وبهذه السرعة أيضا وبالطريقة اللي عرضت من قبل ال 37 و 38 واحد كانت واضحة أنهم مع أي خطوة تتخذ من قبل المستوجبين تجاه رئيس الوزراء. وأنا أعتقد الشغلة اللي أنا فهمتها على الأقل وأسجلها أنه حتى رئيس الوزراء فهم ذلك، ولا شلون يقدم استقالته؟ لا يمكن يقدم استقالته إلا استجابة وشعوره أيضا بأن ما ورد في الاستجواب لا يستطيع الدفاع عنه. لذلك أنا أعتقد استقالة رئيس الوزراء كانت مستحقة ولا يجوز العودة عنها. أبو يوسف، شفنا الفيديو أنا وياك. أنا علقت عليها. إي علقت عليها، بس شنو كان الموضوع؟ موضوع استجواب. موضوع الفيديو اللي أنت حاطه بحسابك، ليش قاعد تستشهد فيه وليش حاطه؟ استشهدت فيه حقيقة، عدته، هو قديم لكن أنا عدته اليومين بعد استجواب الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء، وأن الاستجواب لم يحظى إلا بشخص أو شخصين مؤيدين للاستجواب. والأخ أحمد السعدون يقول أن صباح الخالد رئيس الوزراء السابق يعني حصل على تأييد منقطع النظير الاستجواب وإسقاطه وإلى آخره، ولذلك هو قدم استقالته من أول يوم. طبعا هذه التمايز والتغاير والتناقض حقيقة يعني كلنا شفناه، وهذا يؤكد أن القضية لا علاقة لها بمحاور الاستجواب وصحته وقوته وإلى آخره. الاستجواب إنما يقرر للمصالح وللكراسي. هنا كانت الكراسي مقررة ضد صباح الخالد، ويعني فعلا كان هناك نواب مطفين الليتات ورايحين لإسقاطه بدون تردد. المصالح كانت تقتضي هذا الشيء دون حتى ما يسمعون منه حرف، ما عندهم مشكلة، أصلا متخذ القرار ومنتهي. وبالمقابل استجواب مهلهل المضاف 50 عضو طلعوا برا القاعة لما بدأ كلمته، 50 عضو، واتخذوا قرار بسقوط استجوابه وعدم حقه بالاستجواب. فلذلك الآن معقولة ال 38 عضو اللي قال عنهم أحمد السعدون أنهم رأوا استحقاق الاستجواب، هذول 38 أو أكثر أو أقل ما لقى منهم 10 يسمعون على الأقل هذا الاستجواب؟ انزين، السؤال اللي وهل كانت فعلا المحاور السابقة بهالخطورة اللي ما استطاع صباح الخالد الإجابة عنها مع قدرته على الإجابة، أم أن القرار متخذ ومنتهي منه؟ لذلك احنا لا نواجه استجوابات. ليش كانوا يبون راسه؟ كراسي. وليش ما تحالفوا وياه؟ رفض؟ لا، ما قدروا يعني مثل ما نقول يعني ما قدروا يكون هناك مجلس وحكومة. هو كان أيام صباح الخالد كان في مجلس وحكومة، ما قدروا يعني. دام كان في مجلس حكومة ليش هذا السخط كله؟ ما قدروا ياخذون اللي يبون، ما قدروا ياخذون لا كراسي ولا يعني حتى اللي خذوه ما يكفي. وحتى احمد النواف الحين انا قلت له بكره لما تقول لا حتشوف هذا اللي ما لقيت الا واحد يستجوبك، بكره حتلاقي 40 مو 10، حتلاقي 40، بس قول لا. ابو يوسف، انتهينا، وصلنا للنهايه. انا شاكر لك قبول هذه الدعوه حبيبنا، تشرف. وعسى بس اسئلتنا تكون يعني لا طيبه، محل مثل ما تقول رضا عندك وللساده الجمهور بعد. سلام مبارك. شنو بتقول؟ اقول الله يحفظ الكويت ويحفظ اهلها ويحفظ اميرنا ويشافيه ويعافيه ويخلي لنا مشعل. يعني حقيقه سمو ولي العهد هو صمام امان لا شك، خاصه في الوقت الحاضر، في هذا الوقت اللي يعني اميرنا في هذه الحاله الصحيه. لا شك انه صمام امان، وان شاء الله صمام امان الان ومستقبلا باذن الله.